السلام عليكم. رد فعل لا يصدق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي القاتل على الداخلية، ويعلن عن مفاجأة كبرى للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. مع فوز الأهلي القاتل على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح الأهلي في المركز الثاني في الدوري ب 42 نقطة من 18 مباراة. فقد طبعا هما 18 مباراة اللي لعبهم حصد 42 نقطة. دلوقتي المفروض ان هو خلف المتصدر، المفروض المتصدر هو بيراميدز ب 59 نقطة من 24 مباراة. دخل على الخط وليد الفراج وأدلى بتصريحات لقناة MBC وقال: بصراحة يا أهلوية أنا كنت على أعصابي دايما. ماتشات الداخلية والماتشات اللي زي كده وزي البلدية بتلاقيها متكهربة، بس الحمد لله إن الأهلي فاز في النهاية. وبالنسبة لي أهم حاجة إنه يفوز، مش مهم الأداء عامل إزاي. الأهلي خلاص قرب إنه يتقرب من بيراميدز، والأهلي لو فاز في كل ماتشاته هيعدي بيراميدز بنقطة. كلنا فرحانين اكيد بالاهلي، بس اللي اهم الماتش الجاي عايزين نفوز على الزمالك بسكور كبير. عايزين نفرح يا اهلاويه. بصراحه انا بستنى ماتش الاهلي والزمالك ده على نار، وكنت محظوظ ان اخر ماتش حضرته للاهلي كان هنا في السعوديه، والاهلي فاز على الزمالك في نهائي الكاس. وان شاء الله هكون حاضر ماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاث. انا حاليا موجود في مصر في اجازه. انا عايز لعيبه الاهلي تكون فايقه على الزمالك. نفس الستة تتعاد مرة تانية يا كولر. والله تركي آل الشيخ مجهز مفاجأة كبيرة قوي للأهلي، لكن لو فاز على الزمالك العلاقة بين الأهلي وتركي آل الشيخ بقت زي السمنة على العسل. وتركي آل الشيخ هيجيب 3 لعيبة أجانب سوبر للأهلي. أنا عرفت إن الأهلي هيمشي موديست وهيمشي كمان هيمشي ديانج، وعلى ما اظن ان ساديو ماني جاي الاهلي، وكمان احتمال كبير جدا ان بن شرقي ما يروحش الزمالك وهيجي هو كمان الاهلي. وفي لعيب من النصر السعودي ولاعب من الفيحاء على ما اظن ايضا هيجوا هم كمان النادي الاهلي، او هيغيروا الشكل الهجومي تماما للاهلي. والاهلي ليه كل الدعم من السعودية، خصوصا انه داخل على كأس العالم للأندية، وعايزين نأهله تأهل شديد جدا في وسط الناس اللي هيجي وهيلعب معاهم، لان الاهلي ليه مستوى كبير في افريقيا والكل بيعمل له حساب. بس انتوا عدوا بس ماتش الزمالك اللي جاي وانتوا هتشوفوا المفاجآت اللي نازله ترف عليكم من ورا تركي آل الشيخ. عموما تركي آل الشيخ اساسا مبسوط بموضوع القاضية اللي كان موجود في ولاد رزق، واللي مكسر الدنيا بسبب الايرادات الكبيرة اللي ما حصلتش قبل كده. فما تنسوش خالص ان المفاجآت لسه مستمرة من تركي آل الشيخ. وده كان كلام طبعا الاعلامي وليد الفراج اللي قاله بعد فوز الاهلي النهاردة على الداخلية.